طيب الخط قطع. ايمان والتصاقات. طيب يعني هي احنا اتفقنا ان ده يعني الزوجه هي متزوجه وحصل، كنت عاوز اعرف الاول هل حصل اي عمليات عملتها قبل ما تتجوز يعني؟ هي قبل ما تتجوز او بعد ما اتجوزت؟ لان هل الالتصاقات دي ذاتيه؟ بمعنى ايه؟ ان حصل التهابات داخليه في مجرى عنق الرحم او الرحم، او حصل في الانابيب فحصل التصاق خرجت بره، ولا دي التهابات كانت موجوده في الحوض نتيجه جايه من سنه البوليه او نتيجه جايه من الامعاء فبيحصل التصاقات. الالتصاقات دي ليه بتحصل التصاقات؟ وعباره عن ايه؟ ربنا خلق كل جسم، يعني كل عضو من اعضائنا متغطي بطبقه معينه خاصه بيه. الطبقه دي تمنع الالتصاق الصباعين مع بعضهم، تمنع ان انا احط ايدي على ودني تلزق، تمنع ان الشفافايف تلزق في بعضها، ورغم ان الواحد بيبقى نايم طول اليوم طول الليل اقصد ما بيلزقوش في بعضهم. لكن لو حصل جرح هنا وحصل جرح هنا وقربنا ساعات ممكن تلزق فعلا، وقربنا السطحين من بعض هيحصل التصاق. فبالتالي برضو لما بيكون جوه حصل التهاب، الالتهاب ده بيعمل ايه؟ بيعمل تآكل لهذه الطبقه اللي بتحمي الاعضاء عن بعضها، فيحصل التهاب هنا والتهاب مثلا في جدار الانبوبه جنب التهاب في جدار الامعاء، يحصل التصاق نتيجه الاكسديت او الحاجات اللي بتخرج من بره، والخلايا الصدديه بتتحول الى نسيج ليفي زي خيوط العنكبوت، تبدا تلزق الاجسام في بعضها. طب لما بتلزق ايه اللي بيحصل؟ الباس واي او الطريق اللي ربنا خلقه ان البويضه تنزل من هنا وتخش الانبوبه، لقت ان في التصاقات حواليها. يعني ممكن تكون الانبوبه بالاشعه بالصبغه سالكه ولكن في التصاقات خارجيه. الالتصاقات دي بتعمل حاجتين ميكانيكيه، واحده منع كانها حاجز مروري منع البويضه تخش في الانبوبه. اتنين، الالتصاقات نفسها لما بتلف حوالين المبيض بتخلي كميه الدم اللي رايحه له اقل، فبتخلي كميه انتاج البويضات بيبقى اقل، فحتى فرص الحمل بتقل. تمام، خلاص كده؟ خلاص كده. هي عملت منظار فكت الالتصاقات. لما فكت الالتصاقات المفروض ميكانيكيا الامور بتبقى خلاص كده. بنقول بندي فرصه قد ايه عشان الناس تبقى دايما يقول لك ايه بعد المنظار بقد ايه؟ ممكن تاني شهر تبقى مستنيه الحمل او تالت شهر، فبنقول من 3 ل 6 شهور الدنيا بتبقى ايه؟ ابتدت تهدى ويبدا الانتاج للبويضات وتبدا تلاقي سكتها، لان بعد ما بيحصل تسليك بيبقى في تسليك واوعيه دمويه وانفجرت وشويه تجمع دموي مواضيع جوه على الدنيا تهدى شويه. الدنيا تهدى شويه. الماكسيمم قد ايه؟ ايوه نقعد قد ايه ونقول بعد كده الفرصه اتاخدت سنه. لابد من فرصه سنه تكون مرت على انابيب عشان نقدر نقول نخش في ايه؟ في اخصاب مساعد او اي حاجه ثانيه. طيب احنا عندنا فاصل اعلاني هنروح له بسرعه ونرجع نكمل كلامنا. عندنا تليفونات كتير جدا، انتظرونا بعد الفاصل الاعلاني. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم، دكتور سيد الأخرس، وحدة الخصوبة، وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. مستشفى الأمم، صرح طبي كبير به كل الأقسام الطبية، أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، غرف فندقية لراحة المرضى وذويهم، أمهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية، رعاية طبية على أعلى مستوى. هذا البرنامج برعاية مستشفى الأمم، دكتور سيد الأخرس، وحدة الخصوبة، وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. هذا البرنامج برعاية دار الطب، دكتور أحمد عوض الله. الأطفال هم أحلى حاجة في حياتنا، هم اللي بيخلوا للدنيا معنى ولون. مهما كانت المشكلة الحل موجود في مستشفى دار الطب. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. بإذن الله هنقدر نخلي الضمانون، واللي على خده دمعة هيعيش هنا وسرور. دار
حلمك هيبقى حقيقة. اهلا بكم مره ثانيه بعد الفاصل الاعلاني، وما زال منورني ضيفي العزيز دكتور سيد الاخرس، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير والحقن المجهري. دكتور سيد، كنا لسه بنستقبل تليفونات وبنقول انه فعلا كل تليفون بموضوع، وكل حاله بتاخدنا لمواضيع مشابهه وحالات مشابهه ليها الاف من الناس من اللي بتتفرج عليها. مش كل تليفون حتى بموضوع. ده ممكن يجي تليفون بشكوى مريضه تحمل في طياتها كل حاجه. البعد النفسي، عاوزين نتكلم بعض. هل المشكله البعد النفسي دي تاثير في عالم النساء والولاده؟ هنتكلم فيه برضه، ده حلقه خاصه. البعد النفسي، وممكن يكون البعد الاجتماعي، مشاكل بتعمل ايه، وادي بقى ايه، هل في التصاقات، هل في مشكله في التبويض، فممكن حاله تبقى جامعه. واكيد النقاش ده بيزود وعي الاخرين وبيخلينا في تواصل اللي هو المحمود المقصود بيه وجودنا في الحلقه زي النهارده. طبعا. طب احنا كان معانا قبل الفاصل منال من بنها. الو. طيب في حياه من القاهره. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام يا حياه. من فضلك ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. طيب. الو، السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. طيب انا عامله حقن مجهري ومرجعه الاجنه يوم 5/11. طب حضرتك الاول عندك كام سنه؟ عندي 24. 24؟ متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين؟ ايوه. بس الصوت مش واضح شويه. طيب متجوزه بقالي 3 سنين. طيب ما حصلش ولا مره حمل؟ لا مفيش. طب كان سبب زوج ولا عند حضرتك؟ ولا انا ولا هو، انا رحنا عند كل الدكاتره. يعني السؤال واضح قوي والاجابه اوضح، ان انت عملت كل تحاليلك وهو عمل كل تحاليله، ما لقيتوش سبب معين لتاخر الحمل. لا مفيش. اتفضلي. عملت التلقيح المجهري امتى؟ انا رجعت الاجنه يوم 5/11. ايوه. فدلوقتي هم كانوا قايلين لي امبارح روح اعمل تحليل اللي هو الحمل. ايوه. بعد 15 يوم. فامبارح رحت، اتصلوا بيا يعني على المغرب كده وقالوا لي هو في نسبه حمل بس النسبه 40. احنا نستنى يومين كمان وتيجي حضرتك تعيدي اختبار الحمل تاني. ايوه. فانا كنت عاوزه استفسر من حضرتك دلوقتي، هو دلوقتي يعني كده في حمل ولا ما فيش؟ طيب هجاوب على حضرتك حالا دلوقتي. وقالوا لي بس معلش ما تجاوبش لما اقفل مع حضرتك الخط. لا اتفضلي. طيب هنستنى كده شويه ونجاوب عليكي بعد ما تقفل الخط. الو معايا؟ لا هي قفلت، هتروح بقى تسمع الاجابه. الحقيقه هي حالتها مشابهه لحالات كتير. حاله حياه اعتقد ان هي بقى خلاص كده متابعانا دلوقتي نقدر نجاوب عليها. اتفضل يا دكتور. هو هنا برضو بالنسبه لها يعني ايه، دي المشكله يمكن الكبيره جدا 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 للتلقيح المجهري. ان في شهر واحد بيحصل كل الدراما. استعداد نفسي، استعداد مادي، تجهيز، تحاليل، حقن، متابعه تبويض، سحب بويضات، زرع، انقسام، وبعدين زرع تاني، نبدا الزوج يعمل تحاليله وده عنده مشكله نفسيه ولا لا بانه بيعملها، وبعدين انقسمت البويضات، حصل يعني ان في اجنه، وبعد كده نقل الاجنه، وبعدين انتظار الحمل في شهر واحد. اصعب مرحله هي انتظار الحمل. هي الفتره كلها عصيبه، عشان كده لازم تناولها البدايه ونعرف الناس هو نسبه الحمل اصلا في الحقن المجهري في الطبيعي قد ايه. لو جبنا للدوره الواحده 100 سيده وزوج متزوجين بيحصل حمل 20%. 20% بس؟ 20% في الشهر. ده الناس الطبيعيه خالص. ناس طبيعيه جدا ما عندهمش اي مشاكل بيحصل 20%. وبعد كده تاني شهر بيحصل 20% من ال 80 اللي بقيوا. ايوه. وتالت شهر 20% من ال 60 اللي بقيوا. تبدا تفضل كل شهر كده. طيب تخيلي بقى فرصه الحمل عن طريق التلقيح المجهري زودت النسبه دي من 20% الى ايه؟ من 40 ل 60%. يعني ضعفتهم مرتين. يبقى اذا الحقن المجهري بيزود النسبه، ولكن ما زال لاسباب عديده ومجهوله في اغلب الاحيان 40% معلومه السبب ان ما يحصلش حمل. غير معلومه السبب ما يحصلش حمل. زي ما بيحصل بقى 80% من الطبيعي. وفي الاغلب والاكثر ان بيكون في تشوه في الاجنه. او اذا كان في بطانه الرحم هل بيحصل فيه تخثر في الدم، ولا في جهاز المناعه ما بين الام وجنين جديد يحصل فيه مشكله ما. كل ده اللي هو قيد البحث والتحري
زي ما بيقال كده في مشكله بوليسيه، عشان حتى نصل الى الحل الامثل لفشل الحمل بعد تلقيح مجهري. طيب يعني بالنسبه لحياه هي طبعا تستنى اليومين وتعمل تاني، لو ما كانش فيه حمل يبقى فرصه بتريح شهرين ونعيد الفرصه من جديد بس على اسباب موضعيه ونشوف سبب عدم نجاح الحاله الاولانيه. يعني مش بالسهوله بنقدر نقول للمريضه يلا محاوله تانيه، مش موضوع مادي وموضوع تجاري قد ما هو موضوع بيت مفتوح وناس بتحلم وانت عاوزه تساعديهم لتحقيق حلمهم. طيب في عجاله كده لان فاضل لنا شويه صغيرين قد كده دقيقه بالظبط، عايزه بما انك انت سبحان الله دايما الحالات القدريه الغريبه بتقع في ايدك يا دكتور سيد، ايه اغرب الحالات القدريه اللي قابلتك في الفتره اللي فاتت دي؟ اغلب الحالات القدريه ان في جالي زوجين، يعني دايما مش بنقول اسرار مرضى ولكن بنقول حاجه للعموم. متزوج 4 مرات، كل مره هو متجوز 4؟ 4 لا هو تزوج 4 مرات. طلق، هو دلوقتي الرابعه اللي معاه. أيوة. لكن طلق 3 قبل كده. كل واحده يتجوزها. الزوجه 13 دي لا يتجوز ويعمل تحاليل هو والزوجه، وبعد مثلا مرور سنه او 2 يلاقي نفسه ما بيخلفش، يطلقها ويتجوز واحده ثانيه. يلاقي نفسه ما بيخلفش؟ يلاقي نفسه ما بيخلفش يطلقها ويتجوز واحده ثانيه. طب هو ما جاش على باله حاجه خالص في وهو في كل الحالات هو تحاليله كويسه. هو تحليله كويسه جدا. أوكي. تمام. ولكن الاولانيه لما طلقها اتجوزت خلفت، والثانيه لما طلقها اتجوزت خلفت. والله بصدق انا بقول بصدق. سبحان الله. والثالثه لما طلقها اتجوزت خلفت، والرابعه معاه وجاي بقى بس المره دي مسلم هيطلق بقى الرابعه. هيروح فين؟ وفي ايه بقى؟ هتتجوز مشكله فيه هو بقى ولا احنا بنقول ربنا مش رايد. هل وارد ان ممكن يحصل كده؟ وارد يكون بالصدفه كان في اجسام مضاده للحيوانات المنويه في الحالات الاخرى. وارد. فبالتالي بنقول ايه؟ مش هنقعد نضيع الوقت في حالات ان احنا ننتظر المجهول الذي لا ياتي او ياتي. بندور بقى هنا على تلقيح مجهري يقربنا من الحقيقه. زي دي فعلا. فبالتالي ايه؟ الحقن المجهري هو فيصل. لما يكون فيصل تختاري ايه الحالات اللي تنفعه. تمام. خلاص. فعاوز اقفل بس بسكه نقول دايما باب الامل مفتوح، ولكن مش باب الوهم المفتوح، باب الامل مفتوح، لكن كل حاله تدرس على حده عشان نعرف ناخد القرار المناسب ليها. دكتور سيد استمتعت انا وكتير من الساده المشاهدين. حلقتنا النهارده كانت عامه، وان شاء الله نعمل حلقات فيما بعد بنفس الشكل وبنفس النمط عامه نجاوب على اسئله الناس اللي محيراهم وعايزين يعرفوا اجابات ليها يعرفوها من خلال حضرتك ان شاء الله. نورتني دكتور سيد. شكرا كبير لضيفي اللي نورني دكتور سيد الاخرس، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم وجراحه المناظير والحقن المجهري. كانت حلقه جميله استمتعت بيها انا شخصيا، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الحلقه دي. على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده. هتوحشوني جدا، اشوفكم على الف خير. سلام عليكم. هذا البرنامج برعايه مستشفى دكتور سيد الأخرس، وحدة الخصوبة وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. مستشفى صرح طبي كبير به كل الأقسام الطبية، أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، غرف فندقية لراحة المرضى وذويهم، أمهر الأطباء في كافة التخصصات الطبية، رعاية طبية على أعلى مستوى. هذا البرنامج برعاية مستشفى دكتور سيد الأخرس، وحدة الخصوبة وأطفال الأنابيب والحقن المجهري. هذا البرنامج برعاية دار الطب دكتور أحمد عوض الله. الأطفال هم أحلى حاجة في حياتنا، هم اللي بيخلوا للدنيا معنى ولون. مهما كانت المشكلة الحل موجود في مستشفى دار الطب. فريق طبي متكامل على أعلى مستوى. بإذن الله هنقدر نخلي الضمانه، واللي على خده دمعة هيعيش هنا وسرور. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة.